بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلموا يا أيها الناس بأن الله عز وجل ما كتب لنا في اللوح المحفوظ موتة واحدة. نعم، وهذا من عدله. نعم، بما أن الله عز وجل ما كتب لنا موتة واحدة في اللوح المحفوظ، فاعلموا بأنه يطيل في أعمارنا وينقص في أعمارنا. يقول عز وجل: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يعمر من معمر يعني يطيل في الأعمار، يزيد في الأعمار، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إذن وينقص في الأعمار. نعم، الله عز وجل ما ترك لنا أن نحاججه يوم القيامة. نعم، على حسب مفهوم كثير من الناس، بما أن الله عز وجل كتب موتة واحدة، يعني الذي مات سكرانا أو زانيا، فهذا بالمعنى على حسب ما يفقهونهم الله ترك له أن يحاججه يوم القيامة، يقول له: أنت كتبت لي أن أموت زانيا وفرضت علي هذا القدر وموتة واحدة، فلا تحاسبني. كلا، الله عز وجل هو العدل. يوجد موت حسنة ويوجد موت سيئة، كلاهما مصيبة. نعم، لكن الموت السيئة هي سوء الخاتمة. يموت إنسان ماكرا ظالما فاجرا ضالا، وهذا ليس ظلما من الله. لأن الإنسان التائب الذي هو على استقامة، الذي يستغفر ربه، يستغفر ذنوبه، يكفر عنه سيئاته الله عز وجل. ولهذا نقول: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. عز وجل يكفر لك السيئة، ومن بين السيئات الموت السيئة. نعم، المصيبة القدرية. نعم، أكيد التائب المستغفر خاتمته لا تكون ولن تكون موتة سيئة، بل حسنة. عز وجل يمحو له تلك الموت السيئة، موت زاني، موت ماكر، موت قاتل، موت في مخمرة، موت في ملاهي، كل هذا يمحوه عز وجل، لأنها هي عبارة عن سيئة يمحوها عز وجل. ولهذا يقول عز وجل في سورة الرعد: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الرجل أو المرأة الذين يمكران على الله المكر عظيم. أحسن مثال يقولون كما يقولون كثير من الناس: نعيش حياتنا. ما معنى نعيش حياتنا؟ يعني نفعل ما نشاء من المعاصي ثم في آخر لحظة نتوب، فهذا مكر هؤلاء الذين يمكر عليهم عز وجل ويموتون على ضلال. مثلا الإنسان لما يكون عاصي
يمكر على إخوانه أو أصدقائه أو على الناس أو الأسرة، يمكر مكرا عظيما. نعم، وعز وجل كتب ذلك المكر في اللوح المحفوظ، كتب أنه يمكر وكتب أنه لا يمكر، وكتب له الموت وهو ماكر، وكتب له الحياة غير ماكر. لكن هذا المثل، الإنسان الذي يموت ماكرا، لو كان من المستغفرين وكان من التائبين أكيد ما يكون من الماكرين. ولهذا عز وجل في الأقدار يمحو له تلك الموت السيئة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يثبت له الموت الحسنة التي هي في المستقبل. المثل موجود في سورة الكهف، الغلام الذي أنقص من عمره وما عمره الله عز وجل، لأن هذا الغلام ما كتبه عز وجل له موتة واحدة، كتب له أكثر من موتة واحدة. وبين هذا عز وجل في القرآن الكريم، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ثم نصل في آخر القصة: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. نتيجة الإيمان والاستقامة عز وجل ماذا فعل؟ محى له الموت لذلك الغلام، يعني حياته التي كان يطيل فيها عز وجل، كان هذا مما يطيل في حياته كان هذا يعود بالشر على أبويه. فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. إذا لما خشي الله عز وجل أن يرهقهما طغيانا وكفرا ماذا؟ عجل له الموت، وكانت له خير له وخير للوالدين. إذا محى له الكفر والطغيان وثبت له الموت الحسنة. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الله عز وجل لا يريدك أن تموت ماكرا ظالما زانيا، نعم، مقطعا للأرحام، آكل ميراث إخوانه، أمه أو أبيه. فاعلم بأن الله عز وجل كتب لك الموت وأنت في هذا الحال، وكتب لك موت أخرى ليس في هذا الحال بل أحسن من هذا. فاسعى إلى ذكر الله والاستقامة والاستغفار، لعل عز وجل يمحو لك هذه الموت السيئة. نعم، لأن أهل جهنم ماذا قال عنهم يوم القيامة الذين ماتوا على هذا الحال وهم يصطرخون فيها في النار: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ماذا قال عز وجل؟ أولم نعمركم عشتم طويلا أطلت في أعماركم، لكن مع هذا ثبت لكم تلك الموت السيئة، متم على هذا الحال السيء. ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. سارعوا إلى الطاعات، سارعوا إلى الاستقامة، إلى الاستغفار والتوبة، نعم، وسارعوا عن الإقلاع عن الظلم والمكر والجور. نعم، نعم، وما يدريك أنك ستموت في هذه الليلة، غدا، بعد غد، الشهر المقبل. لما عز وجل يقول للموت كوني فسوف تكون. نعم، إذا أراد عز وجل الأمر أن يقول له كن فيكون. وانفقوا
مما رزقكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب أفصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. اسمعوا جيدا، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ويقول أيضا عز وجل في سورة النحل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. نعم، فرصة عظيمة. عودوا إلى ربكم عز وجل، يؤخركم إلى أجل مسمى. نعم، عز وجل يريد بكم إلا خيرا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا عز وجل قرر وقضى الأمر انتهى. يقول عز وجل: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلموا أنفسهم. لا أريد هذا الأمر لي ولكم. نعم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي أرجعون. عز وجل ثبت له الموت سيئة، موت على ضلال. وفي تلك اللحظة، ساعة الاحتضار، خروج الروح، هذا الإنسان الذي يموت أمامكم يقول لربه أرجعني. نعم، وعز وجل كتب له في المحفوظ موتة أخرى غير هذه الموت، لكن هو تمادى في الضلال والظلم والطغيان والمكر. لأن الذي يعيش على ضلال وعلى زنا وعلى أكل أموال الناس بالباطل مكرا لأنه سوف بعد ذلك يتوب، فهذا أنت تمكر على الله ولن تستطيع أن تمكر على الله عز وجل. هذا مكر لا يفيد، لا ينفع. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله يقول: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الذي مات ماكرا على إخوانه في الميراث، والذي مات ظالما، والذي مات ماكرا، والذي مات جائرا، فهذا ليس ظلما من الله، بل هذا ظلم نفسه. نعم، لأن عز وجل في اللوح المحفوظ كتب له موتة أخرى، كتب له أن يطيل له في عمره أو ينقص في عمره. نعم، وهذا لما عز وجل يقول للموت كوني فسوف تكون. نعم، لما يقضي الأمر انتهى. نعم، إذن أنت استغفر ربك واستقيم. فعلا أمر مؤكد 100% يقين. لما تكون تائبا ومستغفرا عز وجل سوف يمحو لك الموت السيئة، يعني لا يمكر الله عليك، لأن أنت خرجت من باب المكر، ما مكرت على الله. أكيد يثبت لك الموت الحسنة. موت حسنة ليس معنى أنك تموت غني أو في طرف، لا، تستطيع أن تموت فقيرا وهذه موت حسنة، موتة تموت على فراش المرض، تموت مريض، لكن موت ليس موت على ضلال، ليس موت وأنت الله غاضب عليك. لأن الله عز وجل في اللوح المحفوظ كتب لنا أن نقوم بالحسن وأن نقوم بالسيء، لكن أنت لما تكون ملازما لله عز وجل وتختار طريق صحيح فسوف تنجو. نعم، يقول عز وجل: أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. نعم، وهديناه النجدين، سبيل الرشاد
وسبيل الغي. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.